وانا بنزل جيم لازم اخد مكملات عشان اقدر اجاوب على السؤال ده. محتاجة اعرف هل انا شخص وزني زايد بتعامل مع الجيم كنوع من انواع الاكسرسايز ولا انا بروفيشنال اثليت. طيب ايه هي انواع المكملات؟ اول حاجة الواي بروتين. الواي بروتين ده بيخليني اخد احتياج جسمي من البروتين اللي ممكن يوصل ل 2 جرام لكل كيلو لو انا من الرياضيين المحترفين من غير ما اخرج بره عدد السعرات اللي مسموح لي، وده بيزود من نمو العضلات. الواي بروتين كمان بيساعدني في فترة الريكفري لانه بروتين سهل وسريع الامتصاص، وده عكس الكازين الموجود في اللبن. وعشان ازود من فترة الريكفري اقدر اخد سكوب على كوباية لبن منزوع الدسم محسوب من ضمن سعرات اليوم. الكيراتين، انا جسمي بيكون بشكل طبيعي 1 جرام في اليوم، لكن احتياجي ليه ممكن يوصل ل 4 جرام في اليوم في الرياضيين المحترفين. طيب ايه فوائده؟ اول حاجة ان هو بيزودني بالطاقة بشكل مستمر عشان اقدر اشيل كل الاوزان بتاعتي واخلص كل العدات، وكمان اعمل الكارديو اللي في الاخر. كمان بيزود الكتلة العضلية وهرمونات البناء في الجسم. كمان بيزود لي كمية المية اللي واصلة للعضلة، وده بيقلل من فرصة حدوث الكرامبات. ده غير انه بيخلي العضلة شكلها شريدد ومرسوم، وده الشكل اللي بيحبه الرياضيين. طيب ايه عيوبه؟ اول حاجة انه ممكن يخلي الجسم يخزن مية، ممكن يعمل وجع في المعدة، ممكن يقلل كمية الكرياتين اللي الجسم بيعملها بشكل طبيعي لحد ما بطل استخدمه. البري ورك اوت عبارة عن احماض امينية وكافيين وسترولين، بيحسن الدورة الدموية وبيخليني اقدر اكمل التمرين. انا غالبا مش بحتاجه لاني اقدر اخده من التغذية السليمة، والبديل هو تمر وموز وقهوة قبل التمرين. البي سي دبل اي او البرانشد تشين امينو اسيدز هو عبارة عن 3 من الاسنشال امينو اسيدز اللي الجسم ما يقدرش يكونها، هما الليوسين والايزوليوسين والفالين. دوره انه بيزود من تكوين البروتين وبيحافظ على الكتلة العضلية، بيحسن من الانديورنس او قدرتي على اني اكمل التمرين، بيزود من حرق الدهون ومن مستويات الانسولين، ده غير فايدته للمناعه ولصحه الجهاز العصبي. البي سي دبل اي هو اكتر نوع مناسب للناس اللي مش رياضيين، لكن جسمي بيحتاج من 5 ل 20 جرام في اليوم، وده اقدر اخده من نظام متوازن.